مشاهدي ومتابعي قناة هوم سبورت في كل مكان، عدنا من جديد. في البداية طبعا حابب من كل السادة المشاهدين الاشتراك في القناة واللايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. وهيا بقى نبدأ حلقتنا. طبعا في البداية الفيديو ده أنا ما كنتش حابب أتكلم فيه نهائي، ولكن الطلب مني بشدة. فطبعا بما إن قناة هوم سبورت بتبحث عن آراء المتابعين وأهم الموضوعات الشائكة وأهم الموضوعات الكروية الهامة التي يجب أن طبعًا نقوم بدورنا فيها ونتكلم وأقول رأيي فيها طبعًا. فزي ما قُلت لكم قبل كده، زي ما اتطلب مني قبل كده فيديو عن أسباب خروج منتخب مصر من كأس أفريقيا، وقُلت لكم طبعًا إن أنا ما كنتش حابب أعمل الفيديو، ولكن بسبب آراء الجماهير وتعليقات الكثيرين وكتير جدًا آراء وصلت لي نتكلم في الموضوع، فاتكلمت في الموضوع. فطبعًا برضك النهارده في موضوع شائك هنتكلم فيه. إيه هي مشكلة طبعًا اللاعب اللي اسمه طبعًا أحمد مصطفى طبعًا الشهير بزيزو، طبعًا اللاعب اللي كان في الزمالك ويعتبر خلاص هو ترك نادي الزمالك. فطبعًا في عدد كبير جدًا من جماهير نادي الزمالك بتطالبني باتكلم في الموضوع ده. فطبعًا هاقول رأيي طبعًا زي ما أنتم فاهمين بكل الحيادية. مش هادّي لحد حق مش حقه، ومش هادّي لحد حق فوق حقه، ومش هاهاجم حد طبعًا بدون وجه حق. إحنا هنمسك الدنيا من كل الأطراف، وكل مشكلة زي ما بنحاول هنا في القناة نمسكها من كل الأطراف، وقُل رأيك. ولو حد طبعًا عنده رأي في التعليقات سواء كان بالسلب على كلامي يكتبه طبعًا في التعليقات بس بمنتهى الأدب من غير طبعًا إساءات. ولو حد عنده برضك رأي موافق مع كلامي يكتبه برضك في التعليقات، أو مختلف يكتبه في التعليقات. إحنا بس هدفنا في النهاية بنسرد آرائنا في القناة مش أكتر من كده، بنسرد آراء الجماهير، بناخد أكتر من رأي عادي ما فيش أي مشكلة. دي قناة حوارية، قناة بنتكلم فيها عن كل حاجة لكن بشكل محترم ومحترم جدًا. هيا بنا نبدأ. نبتدي. في البداية طبعًا ما هي مشكلة أحمد مصطفى الشاربي زيزو طبعًا اللي خلاص ساب نادي الزمالك؟ فهل هو خائن والّا محترف والّا بيحب النادي والّا بيكره النادي والّا إيه؟ هنبتدي نفصص في اللاعب. طبعًا في البداية أول سؤال هنسأله، هل هو لاعب أسطوري والّا لاعب بالونة زي ما بعض الجماهير بتقول عليه، سواء من بعض جماهير الزمالك بعد ما سمعنا إنه خلاص ماشي من النادي، وبرضك بعض جماهير الأهلي اللي كانت بتهاجمه سابقًا قبل الانتقال للنادي، ولمّا كانوا بيسمعوا طبعًا المبالغ. أولًا طبعًا هو نتكلم بالعقل، هو مش لاعب بالونة وهو مش لاعب واو، هو يعتبر لاعب متوسط. دي وجهة نظري. ليه هو لاعب متوسط؟ هو في البداية طبعًا جه نادي الزمالك تقريبًا في يناير بالتقريب بالضبط كده، جه في يناير 2019، في السنة اللي كان الزمالك بيلعب فيها الكونفدرالية الأفريقية 2019 طبعًا، اللي خدها على حساب نهضة بركان هنا طبعًا في برج العرب هدف مقابل لا شيء طبعًا بجون محمود علاء من ركلة جزاء. فهو جه في شهر يناير 2019. سبب إن هو جه الزمالك طبعًا هو اللاعب طبعًا أولًا بدأ حياته هنا في وادي دجلة وكان لاعب ناشئ. بعد كده طبعًا إحنا عارفين وادي دجلة إن هو نادي استثماري قوي جدًا، وصاحبه طبعًا ماجد سامي عنده مجموعة أندية استثمارية حول العالم. فهو تقريبًا خرّجه لبلجيكا، النادي الاستثماري طبعًا اللي هو له تاني في بلجيكا. فهو طبعًا طلع بلجيكا ولعب في كذا فريق في بلجيكا، وفي فريقين تقريبًا أو 3 في البرتغال. ما أعرفش أساميهم طبعًا ما اضحكش عليكم لإني ما كنتش مهتم باللاعب ده قبل كده طبعًا. وطبعًا حصلت له مشكلة، بيقول لك إن هو لمّا طلع طبعًا في برنامج اسمه تقريبًا صاحبة السعادة أو حاجة كده، قال إن هو اتسرق منه الباسبور طبعًا. فإحنا كلنا عارفين طبعًا إن أي لاعب أو أي حد في بلد أجنبية ما بيمشيش طبعًا بالبطاقة الشخصية، بيمشي طبعًا بالباسبور. فطبعًا الباسبور ضاع منه خلاص كده هو شبه ضاع، وهو ما لوش إقامة في البلد. فحصلت مشكلة، فجه هنا مصر شوية، قال لك لحد ما أحاول أستخرج مثلًا تأشيرة عمل، تأشيرة مؤقتة، أي حاجة مثلًا ماشي حالي بيها لحد ما أعرف أرجع بيها تاني البرتغال. فللأسف طبعًا ما عرفش يطلّع أي حاجة، فاضطر يقعد في البيت، والنادي ما كانش عارف يوصل له ولا هو يوصل للنادي، وفضل هنا في مصر طبعًا. فجه طبعًا بعد فترة، طبعًا كلنا عارفين في طبعًا مدرب طبعًا الكابتن طارق السيد طبعًا هو مدرب في نادي يعني من أبناء الزمالك، وكان بيروح نادي المنيا، هو تقريبًا من أبناء المنيا. فبيروح هناك بيشوف اللعيبة مثلًا بيعمل زي كشافين كده. فهو شافه مثلًا اللاعب ده بيتمرن مثلًا مع أبوه، لإن أبوه هناك يعتبر مدرب برضك، هو مدرب على قد حاله برضك عشان ما نقولش يعني مدرب مشهور، هو مدرب على قد حاله طبعًا. فكان بيتدرب معاه فشافه، فلقى مثلًا اللاعب إن هو مثلًا خامة حلوة يعني لاعب كويس كده. فاتكلم ساعتها تقريبًا بمجلس طبعًا مرتضى منصور، وابنه طبعًا أمير طبعًا اللي هو يعتبر كان المشرف على فريق الكورة ساعتها في الفترة دي. فكلمه قال له مثلًا أنا شُفت لاعب مثلًا متميز وكده وعاوز أجيبه الزمالك عشان يعني ممكن يبقى أسطورة في المستقبل، ممكن يبقى لعيب جامد، خدوه هو بنسبة كبيرة مش هيكلفكم فلوس كتير. هو بس النادي البرتغالي بنسبة كبيرة ومش عارف يتوصل له، فمثلًا هيطلب اللي دفعه. يعني هو تقريبًا كان حوالي مبلغ مش عارف تقريبًا ساعتها ممكن كان 300، 400 ألف دولار. يعني ساعتها طبعًا كان الدولار حوالي 12، 15 جنيه في الrange ده،
أو حتى 20 يعني، فمثلًا 20 في 400 مثلًا في حدود إنه مثلًا وصل لصفقة كلها مليون، مليون ونُص، حاجة فكة يعني طبعًا بالنسبة للكورة طبعًا واللاعيبة حاجة فكة طبعًا، فدفعهم طبعًا الصفقة دي للنادي البرتغالي طبعًا اللي أنا مش عارف اسمه طبعًا، أنا آسف يعني لكن أنا مش عارف اسمه، فجه الزمالك طبعًا في البداية طبعًا كان لاعب مغمور، طبعًا ما فيش أي خالص، فرصته طبعًا مع جروس كانت شبه معدومة، لإن الفترة دي كان جاي على لعيبة عتاولة، إحنا كنا شايفين ساعتها إبراهيم حسن كان عامل إيه في النسخة دي من الكونفدرالية، وكان مكسبنا حسنية أغادير، وكان بيجيب أجوان من كل حتة طبعًا، كان إبراهيم حسن ده كان لعيب جامد أوي، هو طبعًا للأسف حاليًا في غزل المحلة بس خلاص سابوه ساعتها يعني، وكان في أيضًا مصطفى فتحي برضك كان ابن من أبناء النادي وكان مكسّر الدنيا وكان شغّال برضك، وبقى طبعًا كانت فرصته صعبة طبعًا إنه يلعب في المكان الأساسي، جه طبعًا فترة في ماتش تقريبًا في إمارات النجم الساحلي التونسي نزل تقريبًا برّه في الماتش اللي إحنا اتعادلنا فيه بصعوبة 0-0 طبعًا، نزل حبّة كده حلوين كبديل، بعد كده دخل طبعًا شاط ضربة جزاء طبعًا عادي يعني في النهاية ضربة الجزاء النهائية طبعًا في ضربات الجزاء ضربة بركان جابها، فابتدى يحصل بقى إن هو مثلًا ياخد الصورة الأخرانية طبعًا، فابتدت الجماهير تعلّق بيه شوية، لعب بشكله كويس، بعد كده طبعًا ساعتها كان في فترة توقُّف بتاعة طبعًا كأس الأمم الأفريقية اللي كانت في مصر طبعًا اللي منتخب مصر خرج منها بكارثة طبعًا، من هزيمة من جنوب أفريقيا طبعًا مع المدرب المكسيكي أجيري طبعًا، فرجع طبعًا بعد كده كان فاضل للزمالك حوالي 3 ماتشات، طبعًا الدوري اللي هو خسره طبعًا ساعة خالد جلال طبعًا، فأظن هو سجّل هدف في الإسماعيلي، وبعد كده الموسم انتهى، طبعًا إحنا عارفين ساعتها طبعًا إن المواسم كانت ملتحمة، لإن ال3 ماتشات دول كانوا من الموسم الماضي واتلعبوا تقريبًا حوالي في 25/7 أو 30/7 في الفترة دي في 2019، فالدوري اللي بعد منه ابتدى تقريبًا أسبوع 10 أيام الدوري اللي بعد منه ابتدى طبعًا، فبدأ طبعًا ياخد فرصة شوية، لإنه واضح إن هو كان بدأ يظهر يعني شوية، بدأ ياخد فرصة في السنة بتاعة 2020 دي بدأ يظهر بقى، رغم إن الزمالك كان جاب جيل تاريخي، كان جاب بقى ساعتها فرجاني كان مكمّل لسه تاني سنة له، جابوا أشرف بن شرقي من الاحتراف طبعًا كان في الهلال السعودي جابوه، طبعًا مصطفى محمد جه للزمالك رجع، محمد أوناجم جه من الوداد، فكانت الفريق قوي جدًا، جدًا، وبدأ يظهر لعيبة تقيلة أوي في الفريق، فتقريبًا لعب في 2020 برضك حوالي معظم الماتشات، بس مش بشكل أساسي أوي، في بعض الأوقات أساسي وفي بعض الأوقات كبديل، ما سجّلش أهداف كتيرة تقريبًا، هو ممكن يكون سجّل هدفين أو 3 يعني على ما أتذكّر، كان تقريبًا جون سجّله أظن مثلًا في مصر المقاصة تقريبًا في الماتش اللي انتهى 1-0 وفي سجّل هدف في المقاولين، كانت أجوان حلوة مش وحشة يعني، كانت تسديدتين كده أو حاجة. وبعد كده طبعًا بعد 2020 طبعًا وانهاء القرن، بدأ كمان بقى يتألق أكتر، شاط كورة طبعًا في العارضة محمد الشناوي طبعًا، فبدأ إن هو يظهر شوية يعني أهو بدأ مستواه يعلى شوية. جه بعد كده في موسم 2021 طبعًا بدأ عمل مستوى مش وِحِش، الحقيقة مش وِحِش يعني، جاب عدد أهداف مش وِحِش، تقريبًا هو جاب حوالي 10 أهداف، من ضمنهم تقريبًا جاب تقريبًا ضربتين أو 3 ضربات جزاء، جاب تقريبًا ضربة جزاء في الاتحاد السكندري وفي البنك الأهلي الماتش اللي فاز فيه الزمالك 4-1 وجاب كمان ضربة جزاء مش فاكر في نادي إيه، تقريبًا هو جاب 3 ضربات جزاء من 9 تجوان أو من 10 تجوان، يعني جاب حوالي 6 أو 7 أهداف في الموسم كُلّه. بعد كده جه طبعًا موسم اللي بيقولوا عليه طبعًا موسم تألُّقه، كان موسم 2022 بعد طبعًا ما جدد عقده طبعًا والفكرة دي طبعًا، فبدأ إن هو في 2022 طبعًا تألق جامد، الموسم ده كان مستواه عالي أوي، بس برضك هو يعني في نقطة، هو كان هداف الدوري وجاب 19 جون، بس هو جاب منهم حوالي 10 ضربات جزاء، فيعني زي ما باقول لكم يعتبر لاعب متوسط، يعني زي ما قُلت في الأول بداية إن هو لاعب متوسط مش بالونة ومش أسطورة، أنا شايفه لاعب متوسط، لإن أنت مثلًا بتتكلم على لاعب جاب 10 تجوان مثلًا في الموسم، لو شِلنا منها ضربات الجزاء يعتبر جايب حوالي 10 تجوان في الموسم اللي هو كان متألق جدًا فيه ده، فلاعب طبيعي عادي يعني مش رقم مرعب يعني. رقم متوسط جدًا يعني ورقم لاعب متوسط، بعد كده في 2023 بدأ مستواه يتدهور شوية، بدأ مستواه يتراجع، ما بقاش هو بتاع 2022 والسنة دي طبعًا الزمالك فشل فيها جدًا وطلع بموسم صفري، وطبعًا كان معظم الكلام بيتقال إن سكواد الزمالك كان ضعيف جدًا ساعتها، الزمالك ما كانش عنده خط هجوم نهائي، الزمالك يعني كان عنده قفل قيد وكان عنده مشاكل كتير أوي، فمستواه قل شوية تقريبًا جاب حوالي 13 جون، من ضمنهم حوالي تقريبًا 6 ضربات جزاء أو 7 ضربات جزاء، يعني جه حوالي برضك 6 أو 7 تجوان نفس الفكرة اللي باكلمكم فيها. بعد كده طبعًا في موسم 2024 برضك ما كانش ظاهر بقوة وبدأ يتراجع أكتر وأكتر، وبدأ مستواه يقل طبعًا، فبدأ طبعًا مستواه يقل أكتر وأكتر، وما كانش ظاهر في أي حاجة، وحتى طبعًا الأهداف اللي كان بيسجلها كانت معظمها في فرق ضعيفة، وأظن في 2024 معظم أهدافه اللي كنت فاكرها له تقريبًا كانت في مرمى فيوتشر تقريبًا جاب جونين، يعني ضربة ثابتة وشوطة تقريبًا، جاب طبعًا جوان في الكونفدرالية بس معظمها كانت فرق ضعيفة، ضربة جزاء في فيوتشر، جاب جون في أكاديمية سوار، جون في أرتا سولار في الأدوار التمهيدية، جون في فريق سقراطس برانزا الفريق الضعيف جدًا طبعًا، فهو ما
كانش ظهر بقوة. بعد كده جه طبعًا في نهاية 2024 طبعًا جاله عقد طبعًا من نادي نيمو السعودي، نيمو السعودي ده طبعًا بيلعب في الدرجة التانية وعنده حلم يطلع، وحاليًا بيلعب فيه تقريبًا أحمد حجازي. فجاله فرصة طبعًا نادي الزمالك رفض، لإنه شاف إن هو اللاعب إن هو يعني الجماهير كانت مديّة له إن هو ده أسطورة النادي، وإن هو اللي هيكمّل في النادي، وهو في بعض الأوقات يعني كان بيطلع بيقول لك أنا مثلًا بانتمي للنادي ومش هاسيب النادي، وإن أنا جالي عروض في قطر وفي الريان القطري ب10 أضعاف اللي باخده. وطبعًا ده معظم الكلام ده عشان برضك أبقى واقعي، يعتبر مثلًا بنسبة كبيرة هجس طبعًا يعني، ده بنسبة كبيرة، لإن يعني هجس بنسبة كبيرة طبعًا، بس هو بيقول كده يعني عشان عايز يكمّل في النادي وشايف نَفْسه إن هو في النادي واخد مثلًا جماهيرية قوية وواخد وضع مادي قوي، اللي هو عايزه بياخده طبعًا. فعشان كده كان مثلًا بيحاول يقول أنا مثلًا معروض عليَّ 10 أضعاف والكلام ده. طبعًا أي لاعب هيطلع يقول الكلام ده، وبنسبة كبيرة بيطلع كلامه هجس طبعًا في النهاية، سواء كان لاعب ضعيف، لاعب قوي، لاعب قليل، لازم بيطلع يقول الكلام ده، مش هيطلع يقول مثلًا أنا مش جاي لي عروض يعني. فده أمر طبيعي طبعًا عشان يسوّق نَفْسه ويطلب من الزمالك عقد أكبر، لإنه كان فاضل له ساعتها تقريبًا حوالي سَنة طبعًا ويخلّص عقده. فطبعًا جه السنة لعب طبعًا في السنة دي طبعًا لعب سوبر أفريقيا قدّام الأهلي. هو الزمالك فاز في السوبر الأفريقي، ولكن هو ما كانش له أي دور خالص في السوبر الأفريقي، لازم نعترف بالنقطة دي. في السوبر المصري برضك رغم الهزيمة في النهائي أمام الأهلي بضربات الجزاء برضك ما كانش له دور. في الكونفدرالية برضك السنة دي طبعًا اللي هنتكلم لحد لحظة تسجيل الفيديو، ما كانش له أي دور خالص طبعًا. ومعظم مبارياته أو ما جابش تقريبًا غير جونين أو 3 أجوان، من ضمنهم جون في بلاك بولز طبعًا ما كانش له قيمة، لأن الزمالك كان فايز أصلًا 2-1 يعني هدف ما كانش له قيمة. وجاب هدف في المصري، ممكن يكون كان له قيمة شوية لأن هو كسبنا المصري في برج العرب، ولكن برضك يعني مش الماتش القوي أوي يعني، ماتش عادي. فما كانش عامل شغل قوي. في الدوري تقريبًا جاب 3 أجوان، منهم ضربتين جزاء قدّام غزل المحلة وحرس الحدود. فهو بنسبة كبيرة هو بالنسبة ده إن هو لاعب زي ما باقول لكم متوسط. أرقامه طبعًا في الزمالك إن هو جاب حوالي 87 جون في النادي. طبعًا أنا شايف 87 جون دول تقريبًا يعني أنا مش متأكد تقريبًا، ممكن يكون له في رينج 37، 38 ضربة جزاء منهم في مختلف البطولات طبعًا، في البطولة الأفريقية وفي الدوري وفي الكونفدرالية وفي البطولة العربية وفي الكاس وفي السوبر وفي كل البطولات دي تقريبًا جاب حوالي 37، 38 ضربة جزاء. فلو شِلنا منهم ضربات الجزاء أنا مش باقلل منه طبعًا، أي لاعب بيشوط ضربات جزاء طبعًا ده حاجة كويسة ولاعب كويس، بس ضربات الجزاء يعني موهبة وكل حاجة، بس ممكن أي لاعب يخش يشوطها يعني. عبد الله السعيد ممكن يجيبها يعني في الزمالك، محمود علاء كان بيجيب ضربات جزاء يعني مش حاجة صعبة يعني. فهو يعتبر جاب حوالي 40 جون لو شِلنا ضربات الجزاء أو 45 جون في الرينج ده. تقريبًا طبعًا هاقول لكم حاجة طبعًا وهتصدموا من النقطة دي، تقريبًا هو لو شِلنا ضربات الجزاء كان جاب حوالي 45 جون. يعتبر نفس الرقم ده جابه سيف الجزيري طبعًا. سيف الجزيري طبعًا مهاجم الزمالك اللي طبعًا معظم الجماهير بتهاجمه. هو مهاجم مستواه قليل شوية الفترة دي، عنده مشاكل وبيضيّع كور كتير وبيضيّع فرص كتير، بس في نقطة إيه، إن هو الاتنين تقريبًا زي بعض. يعني أنا باقول لكم الجزيري مهاجم متوسط زي ما كنت باتكلم زي ما باقول لكم الجزيري مهاجم متوسط، لا هو مهاجم A class ولا هو مهاجم رايح في داهية، يعني هو مهاجم متوسط. فتقريبًا برضك زيزو ده لاعب متوسط، فما اقدرش اقول إن هو أسطورة وما اقدرش اقول إن هو بالونة، فهو لاعب متوسط. بس هي فكرة بالونة أو كده إن هو مثلًا واخد صيت جامد جدًا وواخد إشادة جامدة جدًا. هو كده دايمًا في لعيب اسمه محبوب الجماهير، واجهة جماهيرية، فاللاعب طبعًا الواجهة الجماهيرية ده بيبقى دايمًا واخد حق أكبر من حقه، لإن هو معشوق الجماهير، محبوب الجماهير، هو الواجهة بتاعة النادي. فده طبعًا هو اللي بيبقى واخد الصيت كله، الجماهير كلها بتحييه، حتى لو مستواه قليل بالاقي دايمًا ما حدش بيقدر ينتقده، لأ ده نجم الفريق، لأ ده ياما كسبنا قبل كده. فهو بيبقى لاعب واخد صيت جماهيري قوي جدًا. فطبعًا اللاعب بيبقى واخد صيت جماهيري جامد أوي ده هو دايمًا بيكون لاعب إيه، مش شرط يكون أجمد لاعب في الفريق، مش شرط يكون لاعب جامد أوي، بس أهو واخد صيت جماهيري. فبيبقى الحماية الجماهيرية دي ما حدش بيقدر يهاجمه، ما حدش بيقدر يقول عليه كلام إن هو مستواه قليل، النقطة دي. فده بالنسبة ليه هو كان واخد صيت جامد أوي في الزمالك. نروح بعد كده للنقطة التالتة، توقيعه للأهلي، هل هذا احتراف أم خيانة؟ طبعًا في البداية طبعًا أنا وجهة نظري إن من حق أي لاعب يوقّع في أي نادي، طبعًا ده أمر محقوق له تمامًا. ولكن في نقطة إحنا بنتكلم فيها طبعًا إن المفروض إن في بعض اللاعبين لمّا مثلًا بياخدوا كل حاجة هم عايزينها في النادي، يعني أنا مثلًا باتكلم لو لاعب مثلًا مظلوم في النادي، مش واخد حقه، الجماهير بتهاجمه بدون سبب، بدون سبب، الجماهير بتشتمه أو بتتلفظ عليه، طبعًا ده أنا بارفض النقطة دي تمامًا في أي لاعب طبعًا. واخد مبلغ مش قد إمكانياته، مظلوم، الجماهير بتهاجمه، بيقعد مثلًا دكة، ما بيشاركش أساسي، فده طبعًا من حقه يعمل أي حاجة، ما هو مش واخد حقوقه. فلمّا يروح لنادي تاني ده حقه، فهو بيحاول كده إن هو ينتقم مثلًا من النادي أو كده. لكن لمّا يكون لاعب واخد كل حاجة في النادي، زيزو ده خد جماهيرية في النادي قوية جدًا، أخدت فلوس كتيرة جدًا، ودي لازم نقطة نعترف بيها. حتى لو هاقول لي فلوس كانت بتتأخر الكلام ده ماشي مش مشكلة، بس أنت خدت فلوس كتير أوي، خدت مجد جامد أوي، خدت شهرة جامدة أوي، اتعرفت عن طريق النادي. فأنت كنت المفروض تصون شوية الجميل للنادي وتفضل في النادي
وتحاول تضحي شويه لاجل النادي، لان النادي عمل لك كتير قوي، النادي ما جاش عليك، النادي ما ظلمكش. هيقول لك لأ أصل أنا اتظلمت وفي مشاكل وإن في مجلس إدارة بيهاجمني وبيخلّي جماهير تهاجمني والكلام ده. طبعًا الكلام ده بنسبة كبيرة أنا مش شايفه ومش مقتنع بيه. الجماهير لمّا بتهاجم لاعب أو بتغلط في لاعب، طبعًا رغم أنا ضد النقطة دي، بس بتهاجم لاعب بيبقى عامل مشاكل في النادي، مش عايز يجدد في النادي، آآ مش محترم النادي، فلازم الجماهير هتهاجمه. لكن استحالة يكون لاعب موّت نفسه في الملعب، ما بيبصش على الفلوس، بيحب النادي، مموّت نفسه لأجل النادي وجماهير هتهاجمه يعني، ما ده مش منطقي. فطبعًا الجماهير ما بقتش، الجماهير مثلًا أنت بتتكلم إن أنت من 2019 لحد ممكن يناير أو فبراير 2025 بتتكلم في 6 سنين، 6 سنين وشهرين، الجماهير كلها بتسقّف لك، الجماهير كلها بتدّيك حق أكبر من حقك، لازم اعترف بالنقطة دي. أنت في مباريات كتيرة بتبقى سيء، الجماهير ما بتهاجمكش، فلكن ما تجيش بقى دلوقتي في آخر فترة ليك بعد ما أنت بتساوم النادي ومش عايز تكمّل في النادي وبدأت تسيب النادي ومش عايز النادي، واللعيبة طبعًا وشايف إن أنت متكبّر على النادي، والجماهير مش هتهاجمك، الجماهير هتضطر تهاجمك طبعًا، لإن خلاص حد شايفك أنت مقصّر في حق النادي، فالجماهير هتضطر تهاجمك طبعًا. فده طبعًا أنا شايفه أعذار كاذبة. هو حق يوقّع للأهلي، حق يوقّع للأهلي. هو خان الزمالك، هو بنسبة كبيرة خان الزمالك، لإن هو خد كل حاجة هو عايزها في الزمالك، الزمالك عمل له كل حاجة، فأنت المفروض ترُد الجميل للزمالك وتفضل في الزمالك، تضحّي شوية بفلوس، تضحّي شوية بأي حاجة، ما فيش حد بياخد كل حاجة. أنت خدت فلوس كتير، مش هنضحك على نفسنا، أنت خدت جماهيرية، أخدت حُب جماهير، أخدت شهرة، وتروح منتخب مصر، يعني خُد كل حاجة من النادي، فلازم تضحّي شوية من أجل النادي. هو طبعًا مش عايز يضحّي من أجل النادي، واضح إن هو لعيب مش منتمي للنادي، طبعًا ده أمر مفروغ منه، وكان واخد الزمالك طبعًا مصلحة، وكان واخد النادي بس مجرّد إن هو يجمّع فيه فلوس، ويجمّع فيه جماهيرية، وده طبعًا اللي وصل له. طبعًا دلوقتي خلاص هو يعتبر خرج نادي الزمالك خلاص، لإن هو بنسبة كبيرة هيستبعد منه مباراة القادمة، هو استبعد خلاص من مباراة ستيلنبوش طبعًا، وبنسبة كبيرة استبعاده هيكمّل خلاص للمباريات القادمة لحتى نهاية الموسم. هو طبعًا حركة سيئة جدًا اللاعب عملها، أنت المفروض تنتمي للنادي، النادي ادّاك كتير، النادي ادّاك جماهيرية، النادي ادّاك شهرة، النادي ادّاك فلوس وفلوس كتيرة وفلوس مش قليلة. أنت كنت بتاخد عقد كبير أوي وما زلت بتاخد عقد كبير أوي، وكنت بتطالب حاجات خزعبلية، إحنا لازم برضك نتكلم. ممكن مجلس إدارة الزمالك قصّر شوية إن هو ما باعش اللاعب، قصّر شوية إن هو أخّر شوية في ملف التجديد، ولكن أنت لاعب بتطلب طلبات خزعبلية. لمّا نسمع إن اللاعب بيقول لي أنا عايز السنة دي تبقى أول سنة في التجديد، الكلام ده ميسي ما طلبوش، رونالدو ما طلبوش، فأنت ما ينفعش تيجي تطلبه، أنت بتخترع حاجات خزعبلية ما لهاش أساس من الصحة أساسًا. بتطلب عمولة طبعًا لوالدك وعمولة كبيرة أوي، ودي طبعًا مش من حقك. بتطلب حاجات كتير أوي خارج عن إرادة النادي، أنت مثلًا مش عايز تكمّل في النادي، حقك ماشي ما قلناش حاجة، بس مش بالطريقة دي وأنت بتهاجم النادي. فطبعًا هو واضح إن هو لاعب خاين مش عايز يكمّل في النادي. أنا شايف إن ده طبعًا حركة سيئة جدًا من اللاعب. أنت بتخون النادي اللي عملك لاعب، النادي اللي وقف جنبك، فده طبعًا غلط كبير. أنا طبعًا بس حابب أوجه رسالة طبعًا، زي ما قبل كده اتكلمت في فيديوهات قبل كده عن فرجاني وعن أشرف بن شرقي وعن إمام عاشور، طبعًا الكلام وروحوا شوفوا الفيديوهات دي سابقًا هتلاقوا هي نفس الكلام. أي لاعب عايز يكمّل في النادي هو الكسبان، أي لاعب عايز يمشي من النادي مع ألف سلامة، النادي ما بيقفش على اللعيبة. الزمالك رحل منه كمية لعيبة ليس لها بداية ولا نهاية، ولعيبة قد طبعًا الكابتن أحمد مصطفى الشربي زيزو ده 20، 30 مرّة. رحل منه إيمانويل أمونيكي اللي راح لعب في برشلونة وكان سفاح، رحل منه كوارشي ده بالنسبة للمحترفين طبعًا، وفي محترفين تقال أوي مشوا من النادي، أشرف بن شرقي، فرجاني ساسي، لعيبة كتير أوي، لعيبة كتير أوي من أبناء النادي سواء طبعًا اعتزلوا، سواء مشوا من النادي. الزمالك هيفضل مكمّل والنادي هيفضل موجود، مش معنى إن زيزو ده مشي النادي هيقفل. وحابب برضك أقول نقطة وما حدش يزعل مني في النقطة دي، بالنسبة طبعًا للجماهير اللي كانت بتحب زيزو وتقول له مثلًا لسه زعلانين عليه وبتتكلم، هو مثلًا اللاعب ده أنا هاقول مثلًا كذا نقطة، لو مثلًا اتصاب، لو اعتزل، لو حصلت له أي كارثة، هل النادي هيقفل؟ لأ النادي مش هيقفل طبعًا، فلازم النادي يكمّل، فخلاص طبعًا. أنا بس شايف إن هو لاعب خان الزمالك وعمل حركة غير جيدة جدًا. أنا شايف يعني وشايف إن المفروض إن جماهير نادي الزمالك خلاص ما تحطّش في دماغها، اللي عايز يخون النادي خلاص مع ألف سلامة، النادي ما بيقفش على حد، وهو في النهاية الخسران. أنت عايز تروح الأهلي مع ألف سلامة، عايز تروح أي نادي تاني مع ألف سلامة، نادي الزمالك ما بيقفش على حد ومش هنبكي على أي حد، وهو خان النادي خلاص مع ألف سلامة. واللي مش عايز الزمالك، الزمالك كمان مش عايزه، الزمالك نادي كبير وبيضيف لأي حد، وفي النهاية الزمالك هو اللي عمل أحمد مصطفى الشايب زيزو، الزمالك هو اللي عملك يا حبيبي. الزمالك هو اللي عملك، حتى لو أنت اجتهدت واشتغلت على نفسك شوية بنسبة 10، 15%، لكن النادي نسبة 95% هو اللي عملك. فزي ما الزمالك عمله وهو خلاص لعب ورحل، الزمالك إن شاء الله أكيد هتيجي لعيبة جديدة وهيظهر لعيبة كتير أوي في الزمالك، وأكيد هيبقى في لاعب جه مكانه هيحل محله وهياخد نفس الجماهيرية وهياخد نفس الشعبية، ما فيش مشكلة خلاص. النادي ما بيقفش على حد. كده وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعًا باطلب في نهاية الحلقة ما تنسوش طبعًا الاشتراك في القناة، اللايك للفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.
طبعًا أي حد عنده نقطة نظر أو وجهة نظر يكتبها في التعليقات، طبعًا أنا ما عنديش أي مشاكل، ولكن بشكل محترم، سواء بالوفاق على كلامي أو في اختلاف في حاجة من كلامي. طبعًا لو حد بيسألني أنت مثلًا بتتكلم ليه بهدوء، أنا باتكلم بهدوء طبعًا لإن ده طبعًا طبيعتي، أنا ما بازعلش على حد، سواء كان لاعب في نادي أو شخص أو أي حد. اللي عايزنا أو عايز نادي أو عايز حد، النادي هيفضل عايزه، اللي مش عايز حد خلاص مع ألف سلامة. لكن مش هنطلع نهاجم في اللاعب ونزعّق فيه ونشتمه بدون أي سبب، خلاص هو مش عايز النادي. أنا باقول وجهة نظري بشكل محترم، أنا ما باحبش أهاجم حد، ما باحبش أشتم حد، أنا بس بانتقده انتقاد فني، بانتقده انتقاد أخلاقي، بانتقده إن هو مثلًا باع النادي، لكن مش هاقعد أشتمه وأزعّق له والكلام ده، لإن طبعًا ما فيش منه فايدة. هو خلاص موضوع وانتهى ولاعب مشي مع ألف سلامة. طبعًا حابب من كل جماهير الزمالك طبعًا خلاص ما فيش داعي طبعًا إن جماهير الزمالك تبتدي تفكّر فيه أو حد طبعًا. ودي نقطة أخيرة برضك حابب أقولها وما حدش يزعل منّي، مش حابب إن أي حد من جماهير نادي الزمالك يخش في تعليقات أو يخش في تعليقات في أي قناة أو يتكلم مع أي مسؤول ويطلب منه إن هو يحاول إن هو يرجّعه أو يجدد له. خلاص هو لاعب مش عايز الزمالك، فإحنا كمان مش عايزينه، فخلاص لازم نادي الزمالك يبقى عنده السياسة دي. وإذا هو حتى، ودي طبعًا هو ده مش طبعًا من رابع المستحيلات، بس أنا باحب برضك أقول في النهاية كُلّه وجهة نظر. إذا طبعًا طلب إن هو ييجي الزمالك تاني أو يرجع الزمالك تاني أو يجدد، فأتمنى زي ما الأهلي عمل مع عبد الله السعيد وقال له خلاص مش عايزينك، فيعمل جماهير الزمالك كده عشان يعرف طبعًا اللاعب ده قيمة الزمالك ويعرف الخسارة الكبيرة اللي خسرها. وصلنا نهاية حلقتنا، شكرًا على المشاهدة وباي.